وأخيرا تمت الإجابة والرد على السؤال: أليس بينكم رجل راشد؟ أليس بينكم عاقل؟ وأخيرا صادفت رجلا عاقلا في الجزائر. كنت دائما كنت كنظن بأن عندهم الحماق، وأخيرا لقيت واحد عاقل. فاهم الوضع مزيان، فاهم الشعب الجزائري مزيان، فاهم كيف ما قال المواطن، وفاهم الغاشي، فاهم النظام ديال الكبرانات مزيان، وعرف يحللو وماشي حمق. أرجوكم ما تزقلوش وما تخليوش شي حاجة ما تسمعوهاش من عند هاد السيد، رغم ما يظهر من تواضع عليه. كيبان رجل بسيط، كيبان رجل عادي، كيبان إنسان يمكن نقولوا فقير، ولكن اللي باين هو أنه مثقف، وأنه واعي، وأنه فاهم اللعب كي داير، وفاهم الوضع كي داير. نخليكم معاه. السؤال دايما يرجع بإلحاح، كي راه يستعطف فينا وين راه الحل، كلي زعما الحل راه مخبي ولا راه معقد، ولا يحتاج كاش عبقري هكا باش يفسر لنا الامور. والحقيقه باينه معروفه والتفادي نتاعها مقصود. الحقيقه اكثر قسوه واكثر ازعاج، والحقيقه اللي بغى يسمعها هي انه ما عندناش مشكل نتاع نقص حلول، عندنا مشكل نتاع نقص إرادة اللي فيها ثمن يتخلص. وطالما هذه الجملة هذه ما تتجرعش ما تنهضمش، أما الباقي خطابات لا أكثر ولا أقل. الحلول الكاذبة نبداو بها، والأكاذيب اللي تريحنا اللي تواسينا، أول الكذبة الرجل المنقذ نستناوه دايما، رئيس نقي، جنرال مختلف، اسلامي مقبول، ديمقراطي مرخص، منفي شجاع، الشجاعة اللي ما عندهاش خطر، اللي نهربوا منه، التضحية اللي نرفضوها. هذه هي الحقيقة اللي رانا نواجهوها. لكن الشعب يستنى كش واحد ينقذه. الشعب اللي راه يستنى كش واحد ينقذه هو شعب قبل يبيع حريته بأرخص ثمن. ما يستاهلش هاد الحرية. تبدل راجل في نظام مريض، ماهوش دواء، ماهوش شفاء، هو طلاء لزنزانة، وكأنك بدلت البنتورة للحبس. ثاني الكذبة، الكلام نحسبوا باللي الهضرة فعل، نكتبوا، نفضحوا، نحللوا، نشاركوا، رانا مخلطين ما بين الراحة النفسية والتغيير السياسي. لأن نظام قمعي ما يطيحش خطر ننتقدوه، ولا يطيح كما يبقاش قادر يخدم. ثالث كذبة الأخلاق، نحسبوا بكثرة الوضوح الظلم يطيح وحده، كثرة الدعاء دوك الظلم يطيح وحده. لكن السلطة ما تحس لا بالعار ولا بالتناقض، ما عندهاش أخلاق، ما عندهاش مبادئ، ما عندهاش قيم، تحس غير بالضغط ولا غيابه. رابع كذبة الوقت، هذه الجملة الإجرامية أنهم النظام هذا ما يقعدش يدوم، يطول ولا يقصر. كل الأنظمة تقدر تدوم طالما الخوف ما دام قائم. علاش الثورات تفشل ديما؟ الثورات تفشل ديما لنفس الأسباب. تفشل لخاطر ثورات عاطفية ماهيش منظمة. الغضب يضرب ومن بعد يتفرق، خاطر ما كان حتى واحد حاب ينظم حاجة اللي تفرض علينا المواجهة. ثورات تفشل خاطر تخلط ما بين الحشد والشعب، الغاشي والشعب. الحشد يصيح يصرخ، الشعب يبني. تفشل خاطر ترفض الوقت، تحبوا كل شيء ليه كي ترابنديست، نحبوا نتحرروا، نحبوا نظام نظيف بلا فوضى بلا ثمن شخصي.
لكن ما كانش خروج مريح من نظام عنيف. تفشل خاطر كل واحد يستنى الاخر يبدا، وقبل كل شيء تفشل خاطر الخوف يبقى فرضي راكب وساكن في كل واحد فينا. علاش الشعب الجزائري مازال محبوس؟ ماشي لقلة الشجاعة، لأنه تكيف مع الوضع، تكيف مع نظام جزائري ما حكمكش برك، أعاد البرمجة نتاعه، غرس تلت ردود فعل عميقة فيه. نعيش قبل ما نحيا، نسكت قبل ما نهدر، نتحمل قبل ما نبدل. علمونا باللي الكرامة خطيرة والتنظيم مشبوه والمبادرة غلطة. بدلوا المواطنة بالتدبير والشجاعة بالحيلة والتضامن بالشك. ثاني عائق التشتيت، قسمونا مناطق، لغات، ايديولوجيات. الشعب مفرق ما يتحررش، يقارن بعضه البعض ويبطل العمل نتاع بعضه البعض. ثالث عائق التفويض الدائم، فوضوا كل شيء للسلطة وللجيش ولربي عز وجل وللقدر، لكن اللي يفوض حريته راه تنازل عليها. رابع عائق هو التعب الاخلاقي. الجزائر ما هو الجبان، راه مكسور، وكسروه غير بشويه، كسروه حبه حبه درجه درجه، مكسور بالتكرار، بالفشل، بالخيانه، ومن بعد يهبط سقف الطموح نتاعه للضروري. ناكل نصبر ونحمي وليداتي، وهذا النظام راه فاهمها مليح. اذا وين راه الحل نهائيا؟ الحل ماشي لطيف، ماشي شباب، ماشي مطمئن، ماشي شعبي. الحل يبدا نهار اللي كتلة اللي معولة تقبل حقيقة بسيطة. ما كانش تغيير بلا خسارة راحة، بلا صراع، بلا عصيان منظم. ما كانش معجزة، ما كانش اختصار، كان غير انضباط جماعي، تضامن حقيقي ووقت. يعني كل شيء اللي نضلوا هاربين منه، اللي ما نحبوش نسمعوه. وهنا السؤال ما بقاش وين راه الحل، السؤال الحقيقي هو واش احنا مستعدين نبطلوا نكذبوا على رواحنا؟ واش احنا مستعدين نعترفوا باللي النظام واقف بخوفنا اكثر من اللي واقف بقوته؟ واش مستعدين نفهموا باللي الظلم المعروف واللي عند بزاف اكثر طمأنينة من حرية مجهولة؟ ولينا نتعاملوا مع الظلم اذا كان معروف ومع الحرية اذا كانت مجهولة؟ واش مستعدين نواجهوا هذه الحقيقة القاسية؟ الشعب يقدر يكون مقموع بلا ما يكون بريء من الجنود نتاعه، ماشي بطبعه بل بالتطبع نتاعه، بالتكيف نتاعه. كاين لحظة وين عدم الفعل ما يبقاش غير معاناة، يولي تعاون صامت مع الإهانة الذاتية. هو يرخص فيك وانت تعاونه باش تعيش في الرخص. وطالما هذا الخط ما تتعداش داخليا، طالما البقاء مقدم على الكرامة، طالما الخوف يتسمى حكمة، طالما الصمت يتسمى صبر. والسؤال يرجع وين راه الحل؟ والجواب يبقى نفسه، راه هنا. لكن يتطلب أننا نتعلموا حاجة وما نكونوهاش. يتعلم ويتطلب منا أننا نكونوا مواطنين ماشي غاشي. ولهذا بالضبط هذا الحل مرفوض. السيد وقف على مربط الفرس داخل الشعب الجزائري، وضرب النظام العسكري الجزائري في مقتل. أنا أخاف عليك أيها الأخ، أصبحت أخا عزيزا يا جزائري صاحب هذا الفيديو. إذا كنت كتعيش في الجزائر أرجوك ترد البال، ولا كنت كتعيش برا، وأنا لا أرى أنك كتعيش برا، ولكن إذا كنت كتعيش برا رد البال كذلك. أما إذا كنت كتعيش الداخل رد البال بزاف. شكرا وبرافو برافو برافو.